مره واحد حلاق ماشي في الشارع، واحد شافه عمل منه نجم وبقى مشهور. دي مش نكته ولا سخريه، ولكن دي قصه حقيقيه بتاعت فنان شاب. قصته غريبه. عارفين انتوا اكيد سمعتوا قبل كده كلمه اللي عايز ربنا هيكون، وطبعا الحديث الشريف اللي فيما معناه لو اجتمعت الامه على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله لك، والعكس صحيح طبعا، لو اجتمعت على ان يضرك بشيء لن يضرك بشيء الا قد كتبه الله عليك. تمام. ناس كتير بتستغرب هو فعلا ده ممكن يحصل. اسمع يا سيدي. شاب اسمه صالح عبد النبي، وده دلوقتي ممثل مشهور. هو اصلا حلاق رجالي، كان عنده محل حلاقه في بيروت، هو لبناني. ماشي في الشارع، واحد شافه قال له بقول لك ايه، انت بتشتغل في موديل كده وبتعمل كليبات واعلانات؟ قال له لا خالص. قال له تحب تعمل كده؟ قال له يا ريت. قال له طب هات رقمك. تمام. تاني يوم كلمه قال له تعالى اعمل مقابله. راح صالح قفل المحل بتاعه او سابه لحد يعني وراح عمل المقابله. ما عرفش اصلا، وقفوه قدام كاميرا كده، لا عارف يتكلم ولا عارف يعمل حاجه، وخجوله مكسوف عمال يعمل كده وليله سودا. وقالوا له طب ماشي هنبقى نكلمك. هو مشي خلاص، قال انا مش نافع يعني، ده انا ما قلتش حاجه، ده انا مكسوف ومتنيل على عيني. كلموه بقى تاني يوم قالوا له بقول لك ايه، انت ترشحت لاعلان احنا عايزين فيه اصلا شاب خجول ويبقى بطبيعته كده، فانت بص يعني الدور ده لايق عليك جدا. بقى بجاء راح صور الاعلان نزل. بعدها بفتره هو عمل الاعلان، وبعد كده خلاص رجع لمحله تاني، الدنيا تمام ونسي. الاعلان نزل، الناس شافته، بدات حتى اصحابه وجيرانه وقرايبه ما اعرفش يكلموه، ده احنا شفنا الاعلان بتاعك، ده انت جامد، ده انت حلو، ده انت مش عارف ايه. تمام. فحد قال له بقول لك ايه، ما تمشي فيها يمكن ربنا يكرمك. وما كدبش خبر. راح لمكتب كاستنج، المكتب بقى اللي بيرشح الفنانين او الوجوه الشابه ده للكليبات بقى بتاعت المطربين، للادوار الصغيره في الافلام والمسلسلات وكده يعني. قال لهم انا عايز ايه، اعمل معاكم مقابله وكده. قالوا له طب بص سيب لنا صوره كده شخصيه، وبعد اسبوعين ثلاثه هنبقى نبعت لك نصورك كده صور حلوه ونحطها عندنا على الموقع، لو حد شافك من المخرجين وطلبك هنقول لك. ماشي. ساب الصوره. مش اسبوعين بقى، تاني يوم كلموه. الراجل كلمه صاحب المكتب وقال له حاجه غريبه. قال له بقول لك ايه يا صالح. قال له ايوه. قال له بص نانسي عجرم كانت بتعمل كليب وكانت عايزه واحد وجه جديد، احنا ودينا كل الشباب اللي كانوا عندنا في المكتب اللي احنا نعرفهم عشان يعملوا مقابله، وبعون الله ما حدش فيهم اتقبل خالص. اه والله. تمام. فانت روح جرب يمكن. طب احنا نشك بس يمكن. فاداله العنوان، راح عمل مقابله مع المخرج او مع الناس اللي هم بتوع كليب نانسي عجرم، ومشي. قال له شكرا خلاص مشي. تاني يوم كلموه قالوا له بنقول لك ايه، انت ترشحت خلاص وانت بطل كليب نانسي عجرم الجديد. وكان اول كليب يعمله كان اسمه سحر عيون. بعدها الكليب طبعا نجح، عملت معاه كليب تاني اسمه لون عيونك، وبدا يتشهر صالح عبد النبي ان هو الشاب بتاع اغاني نانسي عجرم في الوطن العربي كله، بقى معروف. والكلام ده كان في اول الفينات، اعتقد 2005 2004 حاجه زي كده يعني. لدرجه ان المنتجه الراحله مي مسحال، وديت منتجه مصريه شهيره اللي عملت غبي منه فيه، عملت حاجات كتير يعني، كلمته وراحت له بيروت، سافرت له بيروت مخصوص. قالت له بقول لك ايه، البنات والشباب مجانين بيك في الشارع، الواد بتاع نانسي عجرم، الواد بتاع نانسي عجرم، فانا بقول لك انا عندي فيلم اسمه فتح عينيك ومرشحك فيه. تمام. قال لها تمام امضي. مضى وعمل الفيلم. كان هو ومصطفى شعبان، تقريبا كان يوسف الشريف لو تفتكروا، وكان غنى الاغنيه بتاع الاغاني بتاعته الله يرحمه محمد العزبي. والفيلم نجح ساعتها، كان فيلم لطيف، وكان حتى الشباب اللي فيه كانوا شباب كده عارفين مستحمين كده حلوين كده لابسين بدل بقى. وصالح ساعتها يعني عمل دور ان هو عربيه خبطته جو كده يعني. وبدات مسيره صالح، ومثل صالح بعد كده كتير في مصر بالمناسبه يعني. اشتغل في هربانه منها المسلسل بتاع ياسمين عبد العزيز، واشتغل في سك على اخواتك مع علي ربيع، واشتغل حتى في مسلسل عائدون مع امير كرارة وهاني رمزي. وهو مستقر في مصر بقاله تقريبا حوالي 11 12 سنه، ولسه طبعا يعني هو الراجل معروف بالنسبه لنا في الوسط وراح. انا بحكي القصه دي كلها ليه؟ عشان بس تكون مقتنع ان لو ربنا ريد لك الخير في حاجه، اقسم بالله العظيم هيجي لك، حتى لو الدنيا كلها حاولت ان هي تمنعه عنك. ولو ربنا مش رايد الخير في حاجه، لو الدنيا دي كلها اجتمعت عشان تجيب لك الحاجه دي، عمرها ما هتحصل. انا اعرف اولاد وبنات ابناء نجوم ونجوم كبار في الوسط الفني كانوا مسيطرين على الساحه الفنيه، نجوم مش عايز اذكر اسماء عشان الحرج يعني، وحاولوا يخلوا ولادهم نجوم وفشلوا. يعني في فنان جاب يعني لابنه دور واشتغل في الدور ده وكان مسلسل جامد، والولد ده كان البطل بطل، وبعد كده قعد في البيت خد كارير تاني خالص. هو ربنا ما رادش. فدايما خلي يعني اتكالك على الله واعمل اللي عليك وبس، ولو ربنا رايد هيكون. شكرا جزيلا.